السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أم أحمد المصري لفرش العرايس بسواق أسود. سمي بسم الله ونقول بسم الله ما شاء الله. ربنا يهني ويبارك للعروسين يا رب ويجمع بينهما في خير. معكم فيديو جديد من فيديوهاتي في فرش العرايس. الفيديو النهاردة عن المطبخ. ده شكل المطبخ قبل ما نفرشه. طبعا لازم نفضي كل حاجة من الكراتين بتاعتها ونفصل الحاجة، يعني الحلال بنجمعها مع بعض، البلاستيكات مع بعض، الطاسات والصواني مع بعض، الحاجات الألمونيات مع بعض، كل حاجة بنفصلها عشان نشوف الدنيا قدامنا ايه، وعلى أساسها إن شاء الله هنبدأ رسم. طبعا ده شكل المطبخ، ما تتخضوش خالص، الدنيا دي كلها هتتلم. هنشوف دلوقتي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. كده المطبخ بعد ده كان مطبخ امريكاني، فاحنا حطينا هنا على البار شنطة المعالق عشان ما كانش ليها مكان، وحطينا برضو معاها هنا طقم شوربة وطقم مجات وطقم فناجين قهوة، وكان في فنجانين قهوة كده شكلهم شيك جدا، حطيناهم برضو على الرخامة. ده شكل المطبخ. طبعا بعد ما اتفرش بقى حاجة تانية خالص، تحس ان الحاجة هي ومحطوطة كده عمر الدنيا دي ما هتخلص. فالحمد لله يعني. طبعا بعد تعب وبعد مجهود، لولا ما بيبان المنظر الحلو ده. الحلو هنا في المطبخ ان العروسة كانت عاملة المطبخ عالي شوية، بحيث ان كل حاجة تتحط من جوه، مفيش حاجة تتحط فوق المطبخ. وعلى فكرة يا بنات، ده احسن برضو ان انت كل حاجة تلميها جوه المطبخ. فكرة نحط حلل وحاجات فوق المطبخ دي بلاش منها. لو انت المطبخ فيه مساحة فحاولي ان انت تقفليه لحد السقف. هنا حطينا لها طبعا كوبايات قهوة، مجات وطقم دورق بالكوبايات بتاعه. الحاجات اللي هي ممكن تستخدمها خليناها قريبة منها. برضو دي كوبايات. المكرر بنحطه بقى فوق بشوية علشان ممكن ما تحتاجوش زي اللي تحت. خلينا لها هنا ده كله كوبايات. يا رب يكون شغلي واضح وعجبكم. هستنى طبعا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد في فيديوهات. عجبتني جدا حكاية الحلتين الإزاز دول. ده طقم عشا برضو، فجمعتهم هنا مع بعض. هنا حطينا طقم البايركس، الصواني البايركس، وبولات البولات الصغيرة دي برضو حطيناها معاهم. هنا برضو جمعنا لها كمية برضو من كوبايات، الحاجات الكاسات، الحاجات برضو تبقى قريبة من ايديها عشان تستعمل. فشكلنا بقى كوبايات وكاسات ومجات، يعني كذا حاجة بحيث ان هي تبقى قريبة برضو. هنا دي كوبايات ألوان وطقم كاسات. يا رب يكون شغلي واضح وعجبكم. هستنى لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك، علشان ده طبعا بيفرحني وتكبروا معايا القناة. هنا دي الرخامة. هنا جمعنا، بصوا هو كان الحتة دي مساحتها صغيرة جدا، فاحنا جمعنا فيها كل الصواني الألمونيات. كل الألمونيا حطيناها هنا، بس كان مساحة صغيرة. برضو هنا المساحة كانت صغيرة، فحاولنا نحط طقم حلل ستانلس. هنا فوق التلاجة حطينا طقم حلل ألمونيا، والحلة اللي هي معاها مصفاية حلة المكرونة. فجمعنا ده هنا، شال معانا طقم حلل الألمونيا كله. اللهم بارك، كانت حاجتها حلوة جدا. وبالمناسبة يا جماعة، والله أحب أشكر أهل العروسة جدا، مامة العروسة القمر بصراحة، من ناس الذوق جدا في المعاملة. هنا حطينا لها ده أطقم دول كانوا 4 أطقم حلل، حطيناهم في الرفين دول بحيث ان هي تستخدم اللي هي حابة. زي ما قلت لكم المساحة بتساعد طبعا، لما يكون المطبخ كبير فبيساعد ان احنا نلم الحاجة من جوه. من الناس النادرة هنا أهل العروسة إن أنا أروح ألاقي زي ما انتوا شفتوا في أول فيديو كده مفتحين لي الحاجة ومنظمينها. بصراحة من الناس المنظمة جدا جدا. وأول بأول كنت المكان اللي أطلع منه أول بأول كانت الدنيا تتنضف. فبصراحة يعني ألف شكر ليهم وعليهم وعلى المعاملة بتاعتهم. هنا بقى حطينا دي طاسات، لميت كل الطاسات الجرانيت والسيراميك والتيفال، من نوع اللي انا بحب الم الحاجات دي مع بعض.
تبقى قريبة، وتحت هنا صواني الفرن، مدورة والمربعة المستطيلة. فالحاجات دي برضو استخدام كتير فتبقى قريبة من ايدينا. دي الميكروويف، حطينا عليها الكتل. هنا جمعنا لها برضو الأجهزة الكهربائية كلها في الرف ده، الخلاط والهاند بلندر والكبة. هنا برضو كان في حاجات زيادة حطيناها، الطاسة الجريل والحاجات دي. هنا حلة الضغط وحلة بالمصفاية بتاعتها. وفوق هنا جمعنا كل البلاستيكات، علب الخزين يعني بلاستيك جمعناها فوق. بفكركم ان انتوا متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد في الفيديو من فيديوهاتي. هنا ده طقم الميلامين، حطيناه لها هنا في رف. فوق هنا حطينا لها طقم حلل ستانلس. دول الحلتين دول اكبر مقاس في طقم الحلل اللي هو انا حطيته في الناحية التانية لو تفتكروا، فما كفاش طبعا، فحطينا هنا الحلتين اكبر مقاس فيهم. طبعا دي الرخامة معانا. كنت عايزة اقول لكم يا بنات ان احنا نجيب طقمين، واحد للتوابل واحد للمشروبات، عشان ما ينفعش نحط كل حاجة في طقم واحد، يعني المشروبات والتوابل ما ينفعش مع بعض. كده يكون الفيديو معانا خلص، واشوفكم في فيديو جديد من فيديوهاتي في فرش العرايس. مع السلامة.